السلام عليكم. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. جات لي فكره كويسه جدا، اللي هو عنوان الفيديو زي ما انتم شايفين كده، ازوكي ازاي. طبعا التعليقات مفتوحه، تقدري تكتبي في الفيديو او تحت الفيديو في التعليقات ازوكي ازاي. طبعا محدش عارف انت مين. الفضفضه يا جماعه بتريح كتير جدا، الفضفضه بجد بتريح. شوفي حد قريب منك، لو انت محتاجة تفضفضي شوفي حد قريب منك قوي وفضفضي معاه. الفضفضة ساعات عن طريق الكتابة، يعني لما تكتبي مع لحد وتفضفضي. وقت الكتابة لما بتفضفضي وتطلعي اللي جواكي، وحتى لو عيطتي بترتاحي. ممكن تفضفضي مع واحدة صاحبتك، مع أختك، مع أمك، مع زوجك لو بيسمع مثلا يعني، وأشك إن في أزواج بتسمع. ممكن تفضفضي مع اي حد. ممكن تجيبي ورقة وتقعدي تكتبي فيها كل اللي تعبك وتعب نفسيتك وتفضفضي في الورقة دي، وممكن بعد كده تقطعيها وترميها عادي جدا. ممكن تفضفضي وتحكي لربنا، هترتاحي بجد. فانا جاتلي الفكرة دي لاني من الناس اللي كتير جدا بحس ان انا في اوقات كده بحس ان انا محتاجة حد يعني افضفض معاه او اتكلم معاه. وعشان كده انا عملت القناه والمحتوى ده، عشان برضو لما يبقى برضو في حاجه مثلا حابه ان انا اتكلم فيها اطلع اتكلم فيها هنا في فيديو. لان زي ما قلت لكم لما بتتكلم وبتطلع اللي جواك بترتاح نفسيا، وبالاخص لو انت بتتكلم عيطت، لما بتعيط كده او بتعيطي بتحسي براحه. فانا هسيب التعليقات، واي حد مزعله، حد اذاه، حد عمل له اي حاجه، التعليقات مفتوحه، تقدروا تفضفضوا زي ما انتوا عايزين في التعليقات وانا هرد عليكم. زي ما قلت لكم محدش يعرف حد، يعني انت داخله باكونت محدش يعرف انت مين. طلعي كل اللي جواكي وطلعي كل اللي في قلبك. يا رب باذن الله فكره الفيديو النهارده تكون عجبتكم، واتمنى ان الافكار اللي انا بنزلها على القناه تنال اعجابكم، وممكن تنصحوني بافكار برضو نشاركها مع بعض على القناه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.